ما قدرتش اغيب عليكم ورجعت لكم بفلوج لتاني يوم على التوالي علشان انتوا وحشتوني قوي ووحشني التصوير معاكم. فده فلوج يوم 5/7. يلا بينا بقى نبدأ اليوم ونشوف عملت ايه في يومي النهاردة. مبدئيا كده شكرا لكل كلامكم الحلو وكومنتاتكم الجميلة، وبجد انا بفرح قوي لما بتقعدوا تتكلموا معايا في الكومنتات كده، وبحس ان انا مبسوطة واللي هو بنتعرف على بعض اكتر كده. فما تحرمونيش بقى من كومنتاتكم طبعا الحلوة زيكم. فلوج النهاردة بقى فيه وصفتين حلوين قوي. اولا وصفة غدا حلوة ومختلفة كده للصيف، وتاني وصفة بقى هي وصفة حلويات بجد يا جماعة خطيرة وهتعجبكم جدا. عملت بقى الفطار بتاعي توست، حطيت فيه لانشون وجبنة موتزاريلا وجبنة تركي، واكلت جنبه كده فلفل وشوية زيتون، وفطرت بقى الحمد لله وخدت الطاقة كده من الفطار. بعد كده بقى ابتديت اشوف الحاجات اللي ورايا. اول حاجة طبعا شغلت الغسالة على الغسيل اللي كان عايز يتغسل بقى، وطلبت شوية حاجات كده هعمل بيها الحلة اللي انا هعمله معاكم دلوقتي. اول حاجة هنحط بقى في كسرولة في حلة اي حاجة انتوا عايزينها، يعني هنحط نص كيلو من اللبن، هو بمقدار كوبايتين كبار من اللبن، وحطيت عليهم بقى بار شوكولاتة كامل. انا بستخدم شوكولاتة مطبخ نوعها سما، ممكن تستخدموا اي نوع تاني. البار بيبقى حوالي 200 جرام. هتحطوا عليه بقى رشة ملح كده صغيرة، وهنبتدي بقى نقلب الشوكولاتة كده مع اللبن علشان الشوكولاتة كده تسيح. وهنستخدم بقى بسكوت، اي نوع بسكوت عندكم. انا كان عندي بسكوت العيد ده بالشوكولاتة هستخدمه. اي نوع بسكوت سادة عندكم ممكن تستخدموه. ممكن تجيبوا بقى بواكي بسكوت، اي حاجة يعني، اي بسكوت عندكم تقدروا تستخدموه في الوصفة دي عادي. وهحط بقى البسكوت كده هكسره وابتدي ان انا احطه واللبن بيغلي، يعني احنا هنسيبه واللبن بيغلي عشان البسكوت يبوش. بعد كده بقى هنرفعه من على النار وهنضربه بالهاند بلندر، نضربه في الكبة، ممكن تضربوه في الخلاط عادي. اهم حاجة يكون القوام معاكم تقيل كده شوية زي ما انتوا شايفين. هبتدي بقى ان انا احطه في البولات كده، وانا شكلت بس كده من على الوش، حطيت بسكوت من فوق. ممكن تحطوا اي حاجة انتوا عايزينها، ممكن تحطوا رشة كاكاو خام على الوش، ممكن تسيبوها كده اصلا. وهندخله بقى التلاجة حوالي 4 ساعات او 6 ساعات. وبجد يا جماعة طلع طعمه رهيب، لازم تجربوه بجد، طعمه كان تحفة. طعم الشوكولاتة اصلا كانت غنية كده كأنكم بتاكلوا بودنج، بس بودنج عارفين اللي هو نوعه نظيف قوي. بجد جربوها تعجبكم جدا. خلصت بقى وحطيت الحلة كده في التلاجة، ودخلت بقى غيرت ملاية السرير ورشيت معطر كده في الأوضة بقى وقفلتها خلاص. ودخلت بقى علشان ابتدي في تجهيزات الغداء. النهاردة بقى هعمل كسدية فراخ. بس اول حاجة هنحتاجها هو العيش التورتيلا. وانا بصراحة هجربه المرة دي بطريقة مختلفة شوية، كنت شايفاها من كذا سنة على اليوتيوب، وقلت بقى هجربها المرة دي. بصوا، اول حاجة حطيت في حلة 3 كوبايات من المية، وحطيت عليهم معلقتين كده كبار من الزبدة او كام مكعب كده من الزبدة، يعني حوالي مكعبين. وسبتهم بقى يغلوا على النار. المكونات الجافة بقى 4 كوبايات من الدقيق، معلقتين من النشا، وحطيت عليهم طبعا رشة ملح. وبصوا بقى هي التركية في الحركة دي، والمية بتغلي هنبتدي ان احنا نحط الدقيق ونقلبه بقى لحد لما يتكتل معانا بالشكل ده. هطلعه بقى على مفرش سيليكون كده. وانا لبست بقى الجوانتي ده علشان متبطن من جوه، فعشان ما احسش بالحرارة، علشان لازم ان انتوا تجمعوا كده العجينة وهي سخنة علشان تبقى اسهل لكم. وعايزه اقول لكم بجد يا جماعه الطريقه دي تحفه وبتسهل عليكم الدنيا جدا. هو بصوا مجرد بس ما بتلموها كده بتتشكل معاكم بكل سهوله وبتكون طريه جدا. انا بصراحه قلت اجرب كده، يعني انا عارفه التورتيلا العاديه اللي هو بنعجنها عادي يعني. المهم قسمتها كده الكور، وابتديت بقى ان انا افردها على المفرش السيليكون. وانتوا بتفردوها ادهنوا بس دهنه كده بسيطه من الزيت وانتوا بتفردوا العجينه. وهتجيبوا بقى غطا كده، حله او اي حاجه عندكم تكون مدوره كده، وبعد ما تفردوها بقى كويس قوي بسمك يكون رفيع، هتبتدوا ان انتوا تدوروها بغطا الحله. وفي صينيه بقى تكون سخنه كده على النار، هنبتدي ان احنا نحط بقى العيش كده بتاع التورتيلا، وبس بياخد تقريبا دقيقه او دقيقتين كده على كل وش. وبتبتدوا ان انتوا بقى تطلعوه. عايزه اقول لكم بقى ان انا عملت منه كميه حلوه كده، وشلت منها كمان في الفريزر بقى عشان لو عايزه استخدمها للفطار او اي سندوتشات او كده. بجد طلع حلو قوي، والطريقه دي عجبتني جدا وسهله كده وبسيطه. انا بحب الصراحه ان انا اجرب طرق مختلفه كده، ما بحبش ان انا افضل ثابته يعني على الطرق اللي انا بعملها. فدي بقى كنت شايفاها من فتره، وقلت لا لما اجي اعمل الوصفه دي هبقى اجربه، وبصراحه طلعت حلوه قوي. خلصت بقى العيش وابتديت كده ان انا اقطع الخضار بقى اللي انا هستخدمه للفراخ. قطعت بصل وفلفل، ممكن تحطوا فلفل الوان، فلفل حامي اللي انتوا عايزينه يعني، بس هي بيتحط لها بصل وفلفل. وفي نفس الصينيه كده اللي كنت بعمل فيها العيش بقى، ابتديت ان انا احط كده معلقتين من الزبده، وحطيت عليهم بقى الفراخ دي شاورما شاريها من عند الراجل كده، تقطيعه شاورما. ممكن انتوا تجيبوا البانيه برضو وتقطعوها
في البيت عادي، فابتديت ان انا احطها كده بس تاخد لون، وحطيت عليها بقى التوابل ملح وفلفل، وحطيت كمان معلقه من مرقه الدجاج، بصل باودر، توم باودر، رشه قرفه، رشه جنزبيل، التوابل بقى اللي انتوا عايزينها واللي انتوا تحبوها يعني عادي حطوا براحتكم. العيش طبعا بعد ما طلعته كده كنت حطاه من تحتيه فوطه كده ومغطياه برده بباقي الفوطه من فوق علشان ما ينشفش. وبعد بقى ما الفراخ خدت لون حطيت عليها بقى البصل والفلفل كده يا دوب يدبلوا، وطفيت عليها بقى وسبتها تبرد شويه علشان ما تبوشلكوش العيش او عشان ما تخليش العيش يتقطع كده، فسيبوها بس تبرد كده شويه. وهنبتدي بقى نعمل السندوتشات بتاعتنا. اول حاجه بتحطوا معلقه كده من المايونيز، بعد كده بتحطوا بقى شويه من الجبنه الموتزاريلا، وبعدين هنحط بقى الحشوه بتاعه الفراخ بالبصل بالفلفل بكل الكلام ده، وفي الاخر خالص برضو هنحط رشه من الموتزاريلا كده. والموتزاريلا هنا علشان تمسك لنا الفراخ وما تقعش، يعني عشان تمسك بقى تخلي من تحت ومن فوق كده الفراخ تمسك في الساندوتش وما تقعش مننا. وهحط بقى كده في الساندوتش ميكر، اعملوها على طاسه عادي في صينيه عادي جدا، هنمسح بس كده الجريل كده بحته من الزبده، وهبتدي بقى ان انا احط السندوتشات كده واقفل عليها. هعمل بقى كل الكميه بنفس الطريقه كده. شوفوا لي بقى ايه الحلاوه والجمال بجد. انا وانا بعمل لكم الفويس اوفر دلوقتي جوعت تاني من منظر وطعم وحلاوه السندوتشات دي بجد يا جماعه، كانت خطيره خطيره خطيره. أكلة صيفية كده وجميلة بقى بعيدا عن الطبيخ والرز وكل الكلام ده، بجد طلعت خطيرة وتحفة، لازم تجربوها. ممكن انتوا بقى تشكلوا وتنوعوا في الحشوة زي ما انتوا عايزين، تحطوا بسطرمة تحطوا صدق اللي انتوا عايزينه يعني، شكلوا وغيروا براحتكم. خلصنا بقى واكلنا الحمد لله. بعد كده قمت بقى علشان طبعا اغسل المواعين كده في السريع، لان انا مبحبش بصراحة ان انا اخلي كده مواعين في الحوض، بحس ان انا متضايقة كده، ولا اللي هو طول ما المطبخ مش متظبط وطول ما المطبخ فيه مواعين وفيه كركبة كده بحس انه لا يعني انا نفسيتي كده مش مرتاحه. دخلت بقى خدت المواعين كده فمين على السريع، وطبعا غسلت بقى الحوض وغسلت الرخامه، وادينا للحوض كده الشاور المتين بقى ونشفته وحطيت غطا معطر كده. والحمد لله بقى هنا كنت خلاص كده خلصت وشطبت المواعين. عملت لنا بقى انا وزوجي العزيز كده كوبايتين ايس كوفي، لان الجو النهارده كان حر جدا، وحطيت بقى غسيل كده في الغساله يتغسل، واخدت بقى دواء المعده. وبس كده يكون الفلوج خلص. اشوفكم بكره على خير وهتوحشوني قوي.